صباح الجمال على الرايقين. حلقة مفاجأة كده، مفاجأة بسبب إن أنا يعني بقرأ دايما رأي منتشر ومتداول، وأحيانا بيظهر كتير في الجروبات بتاعت الراب يعني الموجودة على الفيسبوك تحديدا، وهي إن دايما الناس بتقعد تعمل مقارنات ما بين الأجيال الأولى اللي عملوا راب في مصر، يعني اللي أنا كنت منهم طبعا، وبين الناس الأجيال اللي موجودة دلوقتي، الأجيال اللي هي الأخيرة اللي موجودة دلوقتي، مقارنات بقى وخناقات مين أحسن ومين أوحش والحقيقة إن في كلام فارغ كتير أنا بشوفه بصراحة، وأنت ممكن تتصدم يا عزيزي المشاهد إن أنت لما تلاقي إن أنا شايف إن الجيل اللي موجود دلوقتي، آخر الأجيال اللي شغالة دلوقتي، أنا شايف إن هم أحسن. انا عارف ان ده رأي قد يكون صادم بالنسبة لك، بس لا، انا يعني انت لما انت تحكم على المنتج، ملناش دعوة بقصة الظروف والزمن، وملناش دعوة بالقصة دي خالص. انت تحكم لي على المنتج النهائي. يعني تجيب اغنية راب من 2006 مثلا وتيجي تقارنها باغنية نازلة في 2023 او 2022، وتقارن لي بقى كل الجوانب: المزيكا، الكواليتي، الاداء، البرفورمانس، كل حاجه، حتى المنتج المرئي. يعني لو كانت متصوره كليب، غالبا بتكون متصوره كليب، لان ما عادتش دي معضله زي الاول. يعني زمان كانت شغلانه عشان تصور كليب يعني. فانت بتقارن بالمنتج اللي موجود. يعني كون ان في شاب اتولد في مطلع الالفيه مثلا، ولما كبر ووعى على الدنيا، كانت عملية ان هو يعمل منتج مرئي او منتج صوتي مش بالصعوبة اللي بيعانيها واحد كان مولود مثلا في اوائل التسعينات او اواخر الثمانينات. ده مش ذنب هذا الشخص اللي اتولد في هذا الجيل الجديد، مش ذنبه عشان انت تحقر من اللي هو بيعمله. يعني كونك اتولدت قبل فلان، دي مش ميزة. انت حظك انك اتولدت قبله بس، يعني مش فانا مش عارف ليه التقليل من الناس دي. انا شايف لا، بالعكس. انا شايف ان اولا بقى في منافسه كبيره عن الاول. الاجيال الاولى اللي انا كنت موجود فيها مثلا، اي واحد كان بيقدر يسجل اغنيه يسجلها بس بغض النظر عن مستواها كان هيبقى موجود، بيبقى موجود بيتحسب مع الجيل ده لمجرد ان هو قدر يسجل بس، بغض النظر عن المستوى الفني، وبغض النظر كون ان انت قدرت اصلا تعمل اغنيه وتسجلها. ده كان انجاز اصلا وقتها. فالمعيار مختلف دلوقتي. لا، دلوقتي اي حد ممكن يسجل، اي حد حرفيا ممكن يسجل. يعني موضوع ان انت تسجل وتعمل اغنيه ده موضوع سهل بطريقه لا تتخيلوها يعني. فالمنافسه اصعب. احنا كان عددنا يتعدى على الصوابع يعني. دلوقتي لا، انت يعني كميه الناس اللي موجوده دلوقتي يعني بقوا زي الرمل يعني. فالمنافسه خرافيه. انت عشان تطلع وتظهر وسط كل الموجودين دول، وكل واحد عنده بقى من مكانه ومساحته اللي كان زمان ما كانش فيه بقى اللي هو نظام يبقى عندك بيج على السوشيال ميديا، وعندك قناة يوتيوب بتنزل عليها شغلك وبلاتفورم بتذيع حاجتك. وما كانش فيه الكلام ده خالص يعني. انت كنت بتعاني عشان تتعرف او تتسمع يعني. ودي مش مشكلة الشاب الذي ولد في مطلع الألفية. كونك اتولدت في زمن بائس دي مش مشكلته يعني. ما ينفعش ان انت تحقر برضو من شغله لهذا السبب العبيط يعني. فلا، الجيل ده جيل موهوب وجيل جامد جدا، واللي بيظهر منهم معناه ان هو جامد. ما الموضوع ما كانش صدفة يعني. هو عمل حاجة جامدة جدا فظهرت. ف انا طالع اعمل هذه الحلقة يعني مش عايز اقول حلقة عبيطة، ولكن حلقة اللي هو ايه يعني، حلقة سريعة بحسم فيها القصة دي خالص. هم احسن وده الطبيعي. يعني الطبيعي ان هم يكونوا احسن. هتقولي لو كان القدام اتوفر لهم الامكانيات اللي كانت يا سيدي، انت عرفك افرض كانت اتوفرت لهم وكانوا ما عملوش حاجه عدله يعني. مش بالضروره. بس ده مش معناه ان انا ايه بمسح الناس القديمه دي باستيكه اللي انا منهم يعني. لا، عملنا وخلاص. وممكن نكون يعني، انت ممكن لو عايز تنسب لنا فضل زرع البذره تمام،
دي حاجة لطيفة وحاجة الواحد يفخر بيها، يعني انه كان مشارك في الاجيال الاولى. هذا النوع من الفن ما كانش موجود اصلا قبلنا في مصر، كانش موجود هذا النوع من الفن. هو بدأ بينا. دلوقتي بقى حاجة خرافية، يعني بقى حاجة موجودة، في ناس بقوا معروفين عالميا زي ويجز مثلا. فهل لا هو احسن من كل الناس اللي كانت موجودة قبل كده دي؟ طبعا. طبعا يعني شوف هو فين. ما هو انت بقول لك انت بتقيس على اللي موجود قدامك دلوقتي، بغض النظر بقى عن الاذواق والمش عارف ايه كده. خلي بالك مفيش واحد ما كانش عايز يوصل. كل الناس اللي كانت موجوده في الجيل كله كان عايز يوصل. كله كان عايز اي فرصه ان هو يوصل. لو قدر يوصل يطلع على التلفزيون، شغله يتذاع في القنوات الفضائيه والكليبات دي. طبعا كانت الوسائل الانتشار اللي موجوده وقتها، يعني ما كانش في سوشيال ميديا اصلا، والانترنت ما كانش له نفس القيمه والزخم الموجود دلوقتي. احنا دلوقتي الانترنت ده زي الكهرباء دلوقتي، زمان لا، ما كانش كل الناس عندها انترنت اصلا يعني. فلا الجيل اللي موجود دلوقتي جيل جامد جدا، وبيقدموا فن فظيع جدا، منهم كويس ومنهم الوحش ومنهم التعبان، بس الرائع اللي فيهم بيبان وبيظهر، وبتقدر انك توصل له بسهوله كمان. يعني كل واحد فيهم بيكون عنده اللينكات الخاصه بيه اللي انت تقدر من خلالها انك تسمع شغله يعني. فلا الاجيال الجديده اللي موجوده دلوقتي اجيال عظيمه جدا، واللي هيبقوا بعد كده ممكن يعملوا الاعظم كمان يعني. ف انت في جيل كامل عايز تمسحه باستيكه عشان الجيل الاول انت شايف ان هم جيل الاساطير الذين لا يجب ان يمسوا. لا خالص، لا خالص يعني. كله قابل الفن قابل للنقد عشان تبقى عارف يعني. بس انا قلت امسي عليكم بالفيديو ده، واشوفكم بقى الحلقه الجايه يكون في كومنت تاني استفزني عشان انزل بحلقه. احلى سلام على الحلوين.